ازيكم؟ دي شوربة خضار، بس مش شوربة خضار عادية. بديها تريكات بتوديها في حتة تانية، هتخلي اولادك حتى لو ما بيحبوش شوربة الخضار بعد طريقتي ان شاء الله يحبوها. باجي في حلة بنزل فيها بمعلقة سمنة وعليها لسان عصفور. اضافة لسان عصفور بتدي طعم حلو قوي للشوربة. بشوح فيه لحد ما ياخد لون ذهبي. بعد كده بنزل بملح وفلفل اسود ورقتين 3 غار وفصين حبهان. تمام، تشويحة بسيطة وبنزل ببصلاية متقطعة جوليان. البصلاية دي بطعم الشوربة عندي جدا. تمام، بعد ما بدي تشويحة بسيطة للبصلة تقلبتين بالظبط، بنزل معايا بالخضار بتاعي وهبتدي اشوح فيه، وانزل هنا بطماطمية متقطعة مكعبات او قطع كبيرة. تشويحة بسيطة وبنزل بمية مغلية. هنزل بالمية لحد ما تغطي الخضار معايا ولسان عصفور بس، ياخد غلوتين كده. هيبتدي بقى يشرب المية بتاعتي، وبعد كده ابتدي اضيف الشوربة بتاعتي، علشان ما بقاش انا استهلكت الشوربة كلها واتشربت وما عنديش شوربة اشربها مع الخضار. يعني يعتبر بياخد 5 دقايق. اول ما يبتدي يغلي كده ومية تقل بنزل بالشوربة بتاعتي واسيبه لحد ما يستوي على نار هادية، واحنا مغطيين براحتنا. عادي يستوي وهيطلع معايا طعم جدا. عايزه اقول لكم التركات اللي بتضاف دي بتودي الشوربه في حته تانية، وهتخليكم تعتمدوها كطبق رئيسي. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، وقولوا لي لو جربتوها طعمها عجبكم ولا لا.